عارف الإحساس لما تخش على قاعة كبيرة مليانة ناس وأنت حاسس إن أنت جبت الديب من ديله، وتدخل القاعة كده وتحس إن الدنيا فجأة سقعت، وإن الناس كلها بصلك ببصة اللي هي كانت مين ضحكتهم كده، إيه العبيط ده؟ أهو ده إحساسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أحمد شفيق في أول فيديو على القناة. أول فيديو عايز أتكلم فيه عن ليه أنا حاسس إن أنا اتضحك عليا في موضوع شهادة جوجل لليو إكس ديزاين، اللي هي جوجل يو إكس ديزاين بروفيشنال سيرتيفيكت. وليه الشهادة دي ما هياش الحل الأمثل للناس اللي عايزة تلاقي وظيفة بسرعة في اليو إكس ديزاين. وأول نقطة عايز أكد عليها إن الكورس ده ما هواش كورس وحش ولا حاجة، بس هي مشكلته إنه مش هيخليك جاهز للشغل زي ما الناس متوقعة، أو زي ما جوجل نفسها بتعلن عن الكورس ده إن هو يوازي سنة خبرة وإن أنت هتلاقي شغل بسهولة. طيب ليه الكلام ده؟ لأن الكورس سطحي شوية، بيديلك فكرة عامة عن اليو إكس ديزاين بكل تخصصاته، لكن مش حاجة في الصميم، مش حاجة في الكور، مش بيديلك الخبرة المطلوبة. وكمان الناس اللي واخدة الشهادة دي كم كبير من الناس، يعني فالسوق متشبع فعلا، وفي ناس واخدة شهادات يمكن أحسن حتى من الشهادة دي. واللي يحتك فعليا بسوق اليو اكس ديزاين هيعرف السوق شرس قد ايه، والمنافسة فيه عالية قد ايه، ولازم تقدم أكتر من الناس التانية. فالشهادة دي لوحدها مهيش كفاية. ومشكلة الكورس ده إن هو إيه، يعني حتى التدريب على البرامج مش بيمرنك بالطريقة الكافية. يعني هو بيستخدم فيجما في الكورس، بيقول لك إيه، خش على السايت بتاع فيجما يديلك شوية لينكات وعيش حياتك انت مع نفسك، بيديلك بس حاجات تدريب مبدئي للفيجما، لكن الشغل اللي بجد والمتطلبات اللي بجد والكلام ده لا، خش انت عيش مع نفسك. وعايز اقول لكم ان معظم الشركات المحترمة الكبيرة اوكي بتفضل الناس اللي هي حاصلة على شهادات جامعية ليها علاقة باليو اكس ديزاين او في اليو اكس ديزاين، بتفضل الكلام ده عن شهادات الكورسات. طيب ايه الحل؟ هو مفيش ديلرز بياخدوا ناشئين 40 بلس؟ عندهم لاج عالي في ردة الفعل وبكسلة في النظرة المستقبلية. طيب الحلول من وجهة نظري هي كالآتي: نمرة واحد، اعمل مشاريع حقيقية، تطوع في مشروع حقيقي، اشتغل في الفريلانسنج حاجة، خد مشروع فريلانسنج كده واعمله. لأن المشاريع اللي بتاخدها في الكورس، اللي هي ال3 بروجيكتس اللي بتاخدهم في الكورس، ملهمش علاقة بالحقيقة شوية. انت محتاج تعرف السوق ماشي ازاي، تفكير العميل ازاي، تفكير الناس ازاي، تفكير التيم اللي هيبقى معاك ازاي لو هتشتغل على تيم. نمرة اتنين، اتعلم التولز بتاعتك كويس. لو هتشتغل على فيجما اتعلم فيجما كويس قوي، لو هتشتغل على الادوب اكس دي اتعلم الادوب اكس دي كويس قوي، وهكذا. يعني اتعلم التولز بتاعتك اللي هي بيسموها تولز اوف ذا تريد. يعني نمرة تلاتة، ابني لنفسك شبكة بالناس اللي شغالة في اليو اكس ديزاين، لان انت متعرفش الشغل هيجيلك منين. هيجيلك من اعلان وظيفة، هيجيلك من حد تعرفه، هيجيلك من كوميونتي موجود اونلاين مثلا. ابني لنفسك كده شبكة كده. نمرة أربعة، طور مهاراتك باستمرار. العصر اللي احنا فيه ده، خصوصا مجال زي اليو اكس ديزاين ده، بيتغير كل يوم، في حاجات بتنزل جديدة كل يوم. شوف موضوع الاي اي اللي داخل في اليو اكس ديزاين دلوقتي بقوة، واللي هيوفر عليك في السايكل بتاعت الشغل وقت كتير جدا. حاول ان انت ايه، تخلي الشغل بتاعك احترافي اكتر، وبيستهلك وقت اقل، وبيطلع احسن نتيجة ممكنة. لو انت زي حالاتي وخدت شهادة جوجل، عايز اقول لك ما تزعلش، انت اخدت خطوة في الاتجاه الصحيح، محتاج بس تاخد بقية الخطوات عشان توصل ان شاء الله. حاول كده تبقى خطر في نفسك كده، عارف انت، ساب في نفسك بزيادة، توكل على الله والدنيا هتمشي ان شاء الله، هتوصل لهدفك. وقبل ما اقفل الفيديو عايز اقول لكم، الناس اللي هتسأل اكيد السؤال اللي هو عن بقية الكورسات بتاعت جوجل، انا ما عنديش فكرة، انا ما جربتش غير اليو اكس ديزاين، ما اقدرش احكم على بقية الحاجات. شكرا على المشاهدة، وما تنسوش تشتركوا في القناة، تعملوا لايك على الفيديو، ومستنيكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. احمد شفيق.